السلام عليكم. النادي الأهلي في طريقه للتعاقد مع باك يمين قوي جدا. باك يمين فعلا، يعني اللي يتقال عليه باك يمين النادي الأهلي، نادي القرن. يعني يستحق فعلا ان هو يلبس تيشيرت النادي الأهلي بالكواليتي والجودة اللي موجودة في اللاعب ده. يعني خلاص بقى مش هنشوف محمد هاني تاني أخيرا، هيركن بقى على الدكة ويخش الوحش الكاسر اللي النادي الاهلي خلاص بيخلص فيه، وهنشوفه في يناير القادم ان شاء الله في الانتقالات الشتوية. طب مين هو الباك الجامد اللي انا بحكي عليه ده؟ طبعا يعني معظم الناس ممكن تكون سمعت الاسم ده قبل كده، وهقول لكم انتوا سمعتوا الاسم ده فين ومين جاب سيرته. الباك اليمين ده يعني باك اسمه غريب شوية، هو اسمه سيبرايل ماكريكس. سيفرال ماكريكس. اللاعب ده 25 عام. اللاعب ده بيلعب في المجر في فريق اسمه فرينك فاروزي المجري. يعني كان بيلعب مع بن رمضان، كان بيلعب مع بن رمضان في نفس الفريق، في نفس الفريق. ده فريق مجري. لعب قبل كده اللاعب ده مع بروسيا دورتموند في الفريق الثاني، ولعب كمان مع فريق الشباب في بايرن ليفركوزن، وحصد معهم على الدوري الألماني للشباب تحت 17 عام، ولعب كمان في فيكتوريا برلين في ألمانيا. يعني اللاعب ده صغير في السن وعنده خبرة كويسة جدا، بس المفاجأة بقى ان هو عنده جنسيات كتيرة جدا. عنده 5 جنسيات. عنده الجنسية او جنسية لاتفيا نسبة الى والدته، وكمان معاه الجنسية التركية نسبة إلى والده، والجنسية الألمانية. دي بلد البلد اللي هو اتولد فيها، يعني بلد المولد. وكمان معاه الجنسية المصرية، ودي حاجة بقى يعني مفاجأة كبيرة جدا ان هو معاه جنسية مصرية نسبة لجده، وكمان معاه الجنسية المغربية. وكان كيروش، يعني انا بقول لكم ان اسمه ممكن يكون سمعتوه قبل كده، لان كيروش لما كان ماسك منتخب مصر قبل كده كان متردد ان هو يضمه الى المنتخب، ولكن طبعا تم اقالته ومشي. فهو يعني كروش لما كان بيحط عينه على اللاعبين كان فعلا عنده رؤية كويسة جدا على اللاعبين اللي كانوا بينضموا للمنتخب وكانوا بيأدوا أداء ممتاز جدا. طبعا إن شاء الله لما يجي وينضم إلى النادي الأهلي طبعا هتبقى فرصة كويسة جدا إن هو ينضم إلى منتخب مصر، وحسام حسن إن شاء الله يضمه إلى المنتخب، وهينضم الى النادي الاهلي كلاعب مصري مش لاعب اجنبي، لان هو معاه الجنسية المصرية. طيب لعب مع منتخب لاتفيا للشباب تحت 19 عام، لعب 7 مباريات، سجل هدف واحد. قيمته التسويقية 1.2 مليون يورو. وطبعا يعني هو ما سجلش اهداف كتير لان هو دوره ان هو باك، يعني الباك يعني بيدافع اكتر ما بيهاجم. لعب مع الفريق المجري 107 مباراة، سجل 3 أهداف فيها، صنع كمان 9 أهداف، وحصل على بطولة الدوري المجري مرتين. بيلعب ظهير أيمن أساسي، يعني هو بيجيد طبعا وده مكانه الأساسي إن هو بيلعب كظهير أيمن، وبرضه ممكن إن هو يلعب كلاعب وسط ارتكاز، وكمان بيلعب وسط يعني كلاعب وسط أيمن. يعني بيجيد إن هو يلعب في ال3 أماكن دول، ولكن يعني مركزه الأساسي كظهير أيمن. إن شاء الله مع انضمامه في يناير هيكون الانتخابات بإذن الله انتهت، والخطيب يرجع تاني رئيس النادي، وكمان يكون احنا جبنا المدرب اللي الأهلي بيدور عليه. يعني زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات إن خلاص النادي الأهلي يعني الرتوش الأخيرة في المفاوضات وفي يعني الحاجات اللي ليها علاقة بالعقد، خلاص الرتوش الأخيرة بتنتهي، وفي فعلا وفد راح البرتغال عشان يخلص مع المدرب البرتغالي برونو لاج. وان شاء الله يعني خلال يومين، يعني ان شاء الله يوم السبت يكون موضوع يعني التوقيع على العقد يكون انتهى. هي مشكلة بس في الامور المالية، لان هو طالب 3.5
مليون يورو في السنة، ومتوقف بس على موافقة النادي الأهلي والخطيب على هذه الأمور المالية. وإن شاء الله بمساعدة رجل الأعمال ياسين منصور، يعني اللي هو المفروض إن شاء الله هيترشح في الانتخابات القادمة للنادي الأهلي لو الخطيب مترشحش. لكن لو الخطيب اترشح خلاص هو مش هيخش قصاده في أي انتخابات، ولكن هو ينوي لترشحه لرئاسة النادي الأهلي في الانتخابات القادمة. ويعني هو محضر القائمة بتاعته، ومن ضمنها إن شاء الله كابتن سيد عبد الحفيظ بإذن الله، يا هينزل معاه يا هينزل مع كابتن الخطيب لو رجع في رأيه وفي قراره واترشح للانتخابات. وطبعا لو ترشح الخطيب طبعا كده كده هيفوز يعني بالانتخابات بشعبيته وحب جماهير النادي الاهلي لكابتن الخطيب. طبعا احنا عارفين ان رجل الاعمال ياسين منصور كان رئيس شركة الاهلي قبل كده واستقال. يعني هو راجل يعني بيحب النادي الاهلي كتير جدا، وصاحب الخطيب يعني وقريب منه جدا، فهو يعني بيساعد وبيساهم مع النادي الاهلي في اي صفقات، وان شاء الله يساهم في صفقة او في انهاء عقد هذا المدرب الكبير برونو لاج، المدرب البرتغالي اللي درب فرق كبيرة جدا زي بنفيكا وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي. مدرب كبير جدا عنده شخصية قوية، هو اللي هينفع مع التيم اللي موجود حاليا في النادي الاهلي بامكانياته الكبيرة جدا الفنية وكمان شخصيته القوية. ان شاء الله عن قريب جدا بالصفقات اللي النادي الاهلي بيعملها. طبعا احنا محتاجين باكات، يعني النادي الاهلي محتاج باكات قوية، باك يمين باك شمال، والنادي الاهلي في طريقه للتعاقد مع هذا الباك اليمين القوي جدا اللي هيركن طبعا يعني محمد هاني على الدكة، وكمان بالتعاقد مع هذا المدرب الكبير واستقرار النادي الاهلي بعد هذه الانتخابات. ان شاء الله النادي الاهلي هيرجع وبقوة كبيرة جدا.